يا صباح الهنا والسعادة على عيونكم، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح كل حاجة حلوة. ده فطار النهاردة. قليت البتنجانية اللي كنت جايباها في المشتريات بتاعة الأسبوع اللي عدى، اللي كان زيادة ميزان يعني أو تكملة ميزان معنى أصح. قليتها، هي دي البتنجانة. قليت بطاطساية، قليت بطاطساية تانية كمان اللي هي الحلقات. بقطعها زي ما انتوا عارفين، ولا تخينة ولا رفيعة. في ناس بيحبوها عندي يعني الولاد، جزء بيحبها الصوابع وجزء تاني بيحبها اللي هي الحلقات دي. فانا عملت بطاطساية كده وبطاطساية كده. فتحت علبة تونة وكان عندي لانشون وجبنة رومي حطيتهم معايا، وحطيت معاهم زيتون، وحطيت معاهم بتنجان مخلل. وده كان فطار تحفة جدا. ينفع طبعا غدا، ينفع عشاء، ينفع اي وجبة من وجبات اليوم يعني. ممكن تحطي تزوديه يعني بطاطس مسلوقة. عايزة تشيلي مثلا الجبنة الرومي او اي حاجة من الحاجات دي، تشيلي حاجة وتعملي بطاطس مسلوقة بالبيض المسلوق، برضو بتبقى طعمها تحفة وحلوة جدا جدا. بس انا الصراحة يعني الحاجات السريعة دي اسعفتني اسعفتني عشان آم، يعني الولاد كان عندهم دروس وكده، فانا بحب افطرهم قبل ما ينزلوا الدرس، على اساس هما يفضلوا طول النهار اصلا في الدروس يعني. فعلى ما يجي ميعاد الغدا هيبقى جوع جدا. فانا قلت بقى هعمل فطار كده على السريع. وكنت عايزه اعمل لهم بيض، بس هما قالوا يعني النهارده مش عايزين بيض. قلت لهم طيب خلاص تمام. ودخلنا بقى في الغدا. طبعا فطرنا وخلصنا والحمد لله. الولاد راحوا الدرس وشويه كده انا عملت الغدا. عملت النهارده كشري اصفر اسكندراني، طعمه في منتهى الجمال، حلو جدا جدا الصراحه. آه، طبعا ده غدا يعني. عملت بقى جنبه سلطة، وحطيت معاه البتنجان المخلل اللي انا كنت عاملاه. كان باقي منه كام واحدة كده، حطيتهم برضو معاه. ولسه باقي منه كمان يعني. فما شاء الله الحاجة فيها بركة. طول ما انتي بتسمي على الحاجة وتقولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طول الوقت، وتستغفري ربنا على الأكل، والله بصوا بيبقى فيه بركة رهيبة. عايزه اقول لكم ان الحمد لله باقي كشري. السلطه طبعا خلصت عشان ما كنتش عامله كتير قوي يعني. كان هما طبقين. طبق ما كانش عندي بقى غير طماطم وخيار بس للسلطه، طبعا عندي ليمون. بس ما عنديش بقى ولا خضره ولا عندي جزر ولا عندي اي حاجه. فانا عملت طبق طماطم وخيار بس، عشان هما الولاد في جزء ما بياكلش السلطه خالص، وجزء تاني بياكلوا طماطم وخيار بس. فانا حطيت في الفلايه اللي هي انا كنت سايبه السلطه، كنت بوطي على الكشري. على ما الكشري يستوي اكون انا عملت السلطه. ما بياخدش وقت خالص. طبعا برضو البيض قالوا لي مش عايزين بيض يا ماما مع الكشري النهارده، لان احنا كنا عاملينه من كام يوم كده كان معايا البيض. فهم قالوا لي النهارده لا مش عايزين بيض معاه. فقلت لهم خير وبركه يعني. الحمد لله ان جت من عندهم اوفر بالتل الصبح. بس فالمهم بقى جبت بقى الليمونه اهوت. جبت انا ليا فلفلايه عشان احطها في الطبق بتاعي، هما ما بيحبوش الفلفل. آه كان نفسي احط عليها بقدونس بس ما عنديش الصراحه. ده الطبق بقى اللي كان فيه الفلفل، وده الطبق الساده. هما طبقين اهو، بولتين كده صغيرين مش كبار. عشان كده بقول لكم مش عامله سلطه كتير يعني. وابتديت بقى ان انا اغرف الكشري. كان طعمه حلو جدا ما شاء الله. اكله حلوه جدا ومغذيه وموفره ومن كل حاجه الصراحه. عايزه اقول لكم بصوا بقى كان لسه سخن ومولع، وشوف دخانه طالعه منه. آه يعني ايه، مش لاقيه الكلمه يا ولاد، والله دايما ما بلاقيش الكلمه. اللي هو مش معجن يعني. فاهميني. لازم تقلبوه كويس جدا قبل ما تخلصوا. قبل اقصد ما بعد ما تحطوا الملح. بعد ما تحطوا الملح تقلبوه كويس جدا كذا تقليبه كده لحد ما تحسي ان هو نشف خلاص، ما فيهوش اي نقطه ميه كده. اضمني ان هو عمره ما هيعجن معاكي. وتظبطي الميه بتاعته. حطيت له ميه سخنه من الكتل. و وطيت بقى عليه لما غلي. على ما عملت السلطه هو خلاص كان استوى. فصراحه اكله احنا كلنا بنحبها. ده البتنجان المخلل بقى حطيته برده معاه، بيبقى طعمه حلو جدا مع الكشري الصراحه، انا بحبه جدا جدا. فحطيته معاه. هم دول يعني بصوا يعتبر 4 بتنجانات 4 بس. فحطيتهم معاهم واتبقى منهم برضو. قلت بقى يعني للفطار مثلا مع اي حاجة تانية
لو اتبقى للغدا يبقى تمام. دي كوبايه بقى هحط فيها التلج كده. عملت انا عصير نعناع بالليمون او ليمون بالنعناع. طعمه الصراحه بصوا بيبقى منعش جدا في الحر ده. حطيت بقى الكوبايه كده، انا صبيت كوبايه واحده بس علشان اوريكم بس الليمون بالنعناع مع الاكل يعني. طعمه كان رهيب، طعمه كان حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا نسيتها يعني، خدنا الاكل بقى عشان ناكل ونسيتها، فالولاد بيقولوا لي في كوبايه عصير ماما جوه نجيبها عشان بنحب نبلع مع الاكل. قلت لهم هاتوها شربوها جنب الاكل. والله طعمه تحفه الصراحه، منعش جدا جدا العصير ده في الصيف يعني، في الحر اللي احنا فيه ده. بس كده، ودي كانت اكلتنا النهارده، فطار وغدا، والحمد لله رب العالمين. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال. والف الف حمد والف شكر على نعمه الكتيره اللي ربنا مديها لنا. ولحد هنا الفيديو خلص معانا حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم دلوقتي في رعايه الله.